الحمد لله رب العالمين يا رب. عجز الطبيب فداونا يا رب. كثر الفساد فنجنا يا رب. قلت حيلة فتولنا يا رب. ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقبل توبتنا، توفنا وأنت راض عنا. آمين آمين آمين. الحمد لله في الأولى فقد نامت جفون الخلائق وما غفل، وله الحمد في الآخرة إذا زاغت الأبصار وغفل البصر. نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به على كل أمر جلل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك فحكم فعدل. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وشفيعه، إمام الأئمة وبدر التتمة وقمة كل قمة، لبنة التمام ومسك الختام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى آتاه من الله اليقين. بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنكم إن اتقيتموه فتحت لكم أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فإنما أزلفت الجنة للمتقين. وتقواه تكون بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. عباد الله، إن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية يجد أن الأمة الإسلامية أصابها الضعف والوهن بعد أن تفرقت بخلافات مصطنعة نجح بها الأعداء، فتبدلت أحوال الأمة، تبدلت من القوة إلى الضعف. فبعد أن كانت أمة تقود أصبحت أمة تقاد. بعد أن كانت لها العزة والكلمة والقوة أصبحت أمة مهانة ذليلة، لقمة هنية مستساغة في فم كل طامع وجبار. ولا شك أنه لا يخفى على أحد ما وصلت إليه الأمة الإسلامية من حال استضعاف، فإن الأمة الإسلامية تعيش اليوم حالة استضعاف ما عاشتها من قبل. ولا شك أننا جميعا، لا شك أن قلوبنا جميعا تعتصر ألما لما حدث ويحدث في بلاد المسلمين، في فلسطين وفي الجولان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي السودان. ولا شك أن الأحداث الأخيرة لإخواننا في غزة جعلت القلوب تدمع دما. لا شك أن من بيننا
من يموت في كل يوم 1000 مرة عندما يرى مشاهد الإبادة والتنكيل والتعذيب لإخواننا في غزة. لا شك أن من بيننا من أصبح لا يرى النوم أبدا لما رأى من مشاهد الإبادة والدمار والخراب لإخواننا في غزة. لا شك أن أصوات الأطفال في غزة صارت تشق قلوبنا كالخناجر. لا شك أننا جميعا نعلم قدر الآلام والهموم التي أصابتنا لما حدث ويحدث لإخواننا المسلمين في كل مكان، ولكن لا تيأسوا فإن نصر الله قريب. لا تيأسوا، لا نقولها جبرا للخواطر ولا تطييبا للقلوب، ولكن نقولها مؤمنين بها لأمرين. الأمر الأول أن المتأمل في سنن الله في كونه والقارئ للتاريخ يعلم يقينا أن الله مهلك القرى الظالمة، أن الله مهلك القرى الظالمة. وهذا الكيان قد طغى وبغى وتجبر وبلغ من الظلم مداه، فإن الله مهلكه بإذن الله. وقد يقول قائل: لقد بلغوا من التقدم والتكنولوجيا ما بلغوا. ويقول آخر: إنهم يقف وراءه القوى العظمى، فوالله ثم والله ثم والله لو بلغوا أضعاف ما بلغوا، ولو وقفت معهم الدنيا بأسرها لأهلكهم الله بظلمهم. وقد قص لنا القرآن الكريم أمثالهم أهلكها الله لما ظلمت، رغم أنهم فاقوا هذا الكيان قوة وحضارة وتقدم. فأين عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وأين ثمود الذين طغوا في البلاد؟ وأين فرعون ذي الأوتاد؟ أهلكهم الله لما ظلموا. وكذلك أخذ ربك القرى بظلمها، يأخذهم الله بإذن الله أخذ عزيز مقتدر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى وعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. فقد روى الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت منها. وقال أيضا في حديث خباب: والله ليتمن الله هذا الأمر، فأبشروا فإن الله ناصر دينه. أبشروا، سيخرج من تلك الأمة من يصنع نصرا مؤيدا، سيخرج من وسط أبناء تلك الأمة من يصنع لها نصرا تحاكى به الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا وبشر الأمة فقال: بشروا الأمة بالثناء والرفعة والتمكين والنصر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر لبالغ ما بلغ الليل والنهار، وإن الله سبحانه وتعالى لا يترك بيت وبر ولا مدر إلا ويدخله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل. فأبشروا أيها الأحباب بنصر قريب. وإن قال قائل:
متى هذا النصر؟ فاعلموا أيها الأحباب أن الأمور تسير في الكون بقوانين وسنن وضعها الله عز وجل، فلا شيء يسير في الكون اعتباطا ولا يسير بالتمني. فأي طالب يتمنى النجاح ولكنه إذا ما ذاكر واجتهد لن يتحقق له النجاح. لذلك لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومريم ابنة عمران وهي في عز ضعفها وشدتها يقول لها الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخل. أمرها الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب. فكذلك إن الله سبحانه وتعالى من سنن كونه أنه جعل للكون قوانين تسير الأمور بها. من أخذ بتلك القوانين تحقق له ما أراد، ومن لم يعمل بها لم يتحقق له شيء. وتلك القوانين لا تحابي لأحد ولا تجامل أحد. وفي غزوة أحد أكبر دليل، ففي غزوة أحد لما خالف الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا قوانين النصر وأسباب النصر وشروطه كانت لهم الهزيمة. هزموا رغم أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض. هزموا وفيهم أبو بكر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هزموا وهم الصحابة الأبرار الأطهار، فما بالكم بنا نحن أصحاب الخطايا والذنوب. إن قوانين الله في كونه لا تحابي لأحد، فلا بد من العمل بها، لا بد من تحقيق شروط النصر ليتحقق لنا النصر. وأول تلك الشروط هو تحقيق الإيمان لله. تحقيق الإيمان لله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالنصر حليف المؤمنين إذا ما حققوا الإيمان. وبالإيمان هيأ المسلمون الأوائل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام بها دولة الإسلام بالإيمان. بالإيمان تحقق النصر للرسول وللمؤمنين وفتحت لهم الفتوحات، رغم أنهم في كل غزوة كانوا أقل عددا وعدة وعتادا، ولكن بالإيمان تحقق لهم النصر. بالإيمان فتحت المدينة، فتحت مكة، حتى أن هند بنت عتبة زوجة أبا سفيان باتت ليلتها تشاهد جيش المسلمين في المسجد الحرام وهم يطوفون حول البيت، يقيمون الليل، يبكون ويتضرعون لله عز وجل، حتى أصبح الصباح واستيقظ أبا سفيان، فقالت له: والله يا أبا سفيان لقد علمت بما انتصر محمد. قال لها: بما انتصر؟ قالت: والله يا أبا سفيان إنه حق لمحمد وأصحابه أن ينتصروا، فما عبد الله حقا مثل ما عبد هذه الليلة، لما رأته من إيمان وعبادة للمؤمنين في تلك الليلة. بالإيمان فتح بيت المقدس، فلما حاصر المسلمون بيت المقدس 4 أشهر وراء القساوسة والرهبان عبادة المسلمين،
قالوا والله إن هؤلاء أشباه حواري عيسى. ثم طلبوا منهم أن يحضروا عمر بن الخطاب، فلما حضر إلى بيت المقدس بادروه وأعطوه مفاتيح بيت المقدس. بالإيمان فتحت الأندلس لما حول موسى بن نصير قبائل البربر إلى أجيالا عبادا لله عز وجل، حتى أن قادة جيش الأعداء لما رأى ذلك أرسل رسالة إلى ملكهم يقول فيها: لقد نزل بأرضنا قوم لا نعلم أهم بشر أم ملائكة، أهم بشر لأنهم أشباه البشر كهيئة البشر، أم ملائكة لأن عبادتهم تشبه الملائكة، لا ليس فيها انقطاع. بالإيمان انتصرنا في حرب 73 حرب أكتوبر. اختار القادة شهر رمضان لأن الإيمان يعلو في قلوب المسلمين، وكانت كلمة الله أكبر في الميدان تعلن الإيمان أكثر وأكثر، فكان لنا النصر والتأييد. فبالإيمان أيها الإخوة الأحباب يتحقق النصر للمؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، كما قال استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، إن من شروط النصر الإعداد، لقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال سبحانه: وأعدوا لهم، أي تجهزوا لهم، تجهزوا لكل من تآمر عليكم ويكيد بكم. وأعدوا لهم ما استطعتم، لم يقل سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم كما أعدوا لكم، ولكن قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وكأنه سبحانه وتعالى يقول: اعمل ما تستطيع عمله والباقي عليه، سبحانه وتعالى جل شانه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي من كل قوة. وأي قوة؟ أي قوة تمكنكم من العدو وتمنع تمكين العدو منكم. أي قوة تحقق لكم أهدافكم. أي قوة تحقق مرادكم وتبلغكم النصر. والإعداد يتطلب قبل الأسلحة المتطورة اللازمة أن نعد من يحمل هذا السلاح ومن يدير هذا السلاح، وهو بناء الإنسان. وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بذلك بداية من الإعداد البدني، فأمرتنا بألا نأكل إلا الطيب، وكلوا من طيبات ما رزقناكم. وأمر الله سبحانه وتعالى بألا نضع أنفسنا فيما يضرنا وفيما يهلكنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كما أن الإعداد يتطلب علم، فبالعلم تسود الأمم، وبالعلم تشيد الحضارات، وبالعلم تبنى الأمجاد. وما أمر الله سبحانه وتعالى
نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء كما أمره أن يستزيد من العلم، فقال وقل ربي زدني علما. فبالعلم تسود الأمم، بالعلم يستطيع الإنسان أن يقرأ الأحداث قراءة صحيحة، وبالعلم يستطيع الإنسان أن يأخذ القرار السليم، بالعلم يستطيع الإنسان أن يميز بين الطيب والخبيث، يستطيع الإنسان أن يميز بين النافع والضار، وبالعلم يستطيع الإنسان أن يختار الطريق الصحيح. والإعداد أيضا يتطلب التدريب على العمل قبل العمل، يتدرب على العمل حتى يكون مهيئا لأداء عملا جيدا وإخراج منتجا صالحا نافعا. والإعداد يتطلب العمل الجاد، فما تقدمت الأمم بالعلم فقط، وإنما تقدمت بالعلم والعمل، وما انتصرت الأمم بالإيمان فقط، وإنما انتصرت بالإيمان والعمل. فبالعمل تحفظ الكرامة، بالعمل تحفظ الكرامة وتحرر الإرادة، بالعمل تستغني عن السؤال، بالعمل تكون صاحب قرار. ومن أسباب النصر أيضا وشروطه الاستغاثة بالله عز وجل. ففي غزوة بدر استستغيثون بربكم فاستغاث لكم، فاستغيثوا بالله عز وجل، فإن النصر عند الله وحده، إن النصر عند الله وحده ليس عند أحد سواه، والنصر لا يطلب إلا من الله وحده. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يرفع يديه يتذلل إلى الله ويتضرع إليه ويدعوه ويبكي، حتى قال إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد بعد اليوم. ولما رأى أبو بكر شدة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وتضرعه احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر إن الله منجز وعده. فبالاستغاثة والدعاء واللجوء إلى الله والاعتماد الصادق عليه نبلغ النصر ويتحقق لنا النصر. ومن شروط النصر أيضا وحدة الصف، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والله يقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما نال منا أعداؤنا وما تمكنوا منا إلا لما استطاعوا أن يفرقوا بيننا، فعليكم بوحدة الصف. أيها الإخوة الأحباب، إن الأمر كبير يحتاج أكثر من لقاء، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذا الحد. ولكن اعلموا أن النصر من عند الله وحده ليس عند أحد سواه، فلا تطلبوه إلا منه، ولا تطلبوه إلا بالطريقة التي بينها الله ورسوله. واعلموا أيها الأحباب أن هذه الأمة لا تموت بموت الرجال، بل إنها تحيا بموت الرجال. فقد مات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومات غيره وما مات. وإن مات كل يوم 1000 شهيد فإن كل شهيد من هؤلاء الشهداء سيخرج بعده 1000 شهيد يقدموا أرواحهم فداء للوطن وفداء للدين وابتغاء مرضات رب العالمين. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعلي كلمة الحق والدين، اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم آلنا في اليهود ومن والاهم آية، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم آلنا
أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم وحد بيننا يا رب العالمين، اللهم انصرنا نصرا مؤيدا يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ ولاة امور المسلمين من كل مكروه وسوء، وفقهم بما فيه الصلاح والفلاح للعباد والبلاد يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع مجيب الدعوات، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إن من شروط النصر الإعداد لقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال سبحانه: وأعدوا لهم، أي تجهزوا لهم، تجهزوا لكل من تآمر عليكم ويكيد بكم. وأعدوا لهم ما استطعتم، لم يقل سبحانه وتعالى وأعدوا لهم كما أعدوا لكم، ولكن قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وكأنه سبحانه وتعالى يقول: اعمل ما تستطيع عمله والباقي عليه، سبحانه وتعالى جل شانه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي من كل قوة. وأي قوة؟ أي قوة تمكنكم من العدو وتمنع تمكين العدو منكم. أي قوة تحقق لكم أهدافكم. أي قوة تحقق مرادكم وتبلغكم النصر. والإعداد يتطلب قبل الأسلحة المتطورة اللازمة أن نعد من يحمل هذا السلاح ومن يدير هذا السلاح، وهو بناء الإنسان. وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بذلك، بداية من الإعداد البدني، فأمرتنا بألا نأكل إلا الطيب، وكلوا من طيبات ما رزقناكم. وأمر الله سبحانه وتعالى بألا نضع أنفسنا فيما يضرنا وفيما يهلكنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كما أن الإعداد يتطلب علم، فبالعلم تسود الأمم، وبالعلم تشيد الحضارات، وبالعلم تبنى الأمجاد. وما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء كما أمره أن يستزيد من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. فبالعلم تسود الأمم. بالعلم يستطيع الإنسان أن يقرأ الأحداث قراءة صحيحة، وبالعلم يستطيع الإنسان أن يأخذ القرار السليم. بالعلم يستطيع الإنسان أن يميز بين الطيب والخبيث، يستطيع الإنسان أن يميز بين النافع والضار. وبالعلم يستطيع الإنسان أن يختار الطريق الصحيح. والإعداد أيضا يتطلب التدريب على العمل قبل العمل، يتدرب على العمل حتى يكون مهيئا لأداء عملا جيدا وإخراج منتجا صالحا نافعا. والإعداد يتطلب العمل الجاد، فما تقدمت الأمم بالعلم فقط، وإنما تقدمت بالعلم والعمل. وما انتصرت الأمم بالإيمان فقط، وإنما انتصرت بالإيمان والعمل. فبالعمل تحفظ الكرامة، بالعمل تحفظ الكرامة وتحرر الإرادة. بالعمل تستغني عن السؤال، بالعمل تكون صاحب قرار. ومن أسباب النصر أيضا وشروطه الاستغاثة بالله عز وجل. ففي غزوة بدر استستغيثون بربكم فاستغاث لكم، فاستغيثوا بالله عز وجل، فإن النصر عند الله وحده.
إن النصر عند الله وحده ليس عند أحد سواه، والنصر لا يطلب إلا من الله وحده. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يرفع يديه يتذلل إلى الله ويتضرع إليه ويدعوه ويبكي، حتى قال: إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد بعد اليوم. ولما رأى أبو بكر شدة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وتضرعه احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر إن الله منجز وعده. فبالاستغاثة والدعاء واللجوء إلى الله والاعتماد الصادق عليه نبلغ النصر ويتحقق لنا النصر. ومن شروط النصر أيضا وحدة الصف، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والله يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما نال منا أعداؤنا وما تمكنوا منا إلا لما استطاعوا أن يفرقوا بيننا. فعليكم بوحدة الصف أيها الإخوة الأحباب. إن الأمر كبير يحتاج أكثر من لقاء، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذا الحد. ولكن اعلموا أن النصر من عند الله وحده ليس عند أحد سواه، فلا تطلبوه إلا منه، ولا تطلبوه إلا بالطريقة التي بينها الله ورسوله. واعلموا أيها الأحباب أن هذه الأمة لا تموت بموت الرجال، بل إنها تحيا بموت الرجال. فقد مات المصطفى صلى الله عليه وسلم وما ماتت، ومات غيره وما ماتت. وإن مات كل يوم 1000 شهيد فإن كل شهيد من هؤلاء الشهداء سيخرج بعده 1000 شهيد يقدم أرواحهم فداء للوطن وفداء للدين وابتغاء مرضات رب العالمين. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم آلنا في اليهود ومن والاهم آية، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم وحد بيننا يا رب العالمين، اللهم انصرنا نصرا مؤيدا يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين من كل مكروه وسوء، وفقهم بما فيه الصلاح والفلاح للعباد والبلاد يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.